شاورما الرنجة ما بتتعملش الا بالطريقة دي. هنجيب اكبر طاسة عندنا، الطاسة دي جرانيت تقيلة جدا وتحفة ما بيلزقش فيها اي اكل. نحط فيها شوية زيت وننزل بصل كتير زي ما انتم شايفين كده. نسيب البصل يدبل معايا على بال ما اوريكوا طقم الطاسات الخطير اللي جبته. الطقم بقى كله على بعضه هو 3 مقاسات. الطاسات دي 3 مقاسات، مقاس 20 اللي هي دي، ودي اصغر واحده. وانا عايزه اقول لكم ان هي مش صغيره خالص، يعني حلوه جدا جدا وحجمها مناسب قوي لحاجات كتير. هوريكم حجمها مناسب لايه مثلا عشان تبقوا عارفين المقاس. ودي مقاس 24. اظن واضح الحجم عامل ازاي. عايزه اقول لكم تقيله تقيله جدا، يعني تقلها ده حلو جدا. اي حاجه، اي حله او اي طاسه تلاقوها تقيله والقاعده بتاعتها سميكه. شايفين من هنا؟ انا عايزه اقول لكم الحته دي كلها كده القاعده، وتقيله جدا وبتسخن حلوه قوي وما بتحرقش الاكل. دي اهم حاجه عندي. واكبر واحده بقى، وهي اكتر واحده خطيره فيهم، وانا شخصيا يعني بحب قوي الطاسات الكبيره، ودي مقاس 28. يعني بصوا مفيش احلى من كده، يعني ايه خطيرة. حتى السماكة بتاعتها، شايفين السماكة بتاعتها من هنا عاملة ازاي اهو، من الحتة دي كده. طبعا اهم حاجة عندي ان هي نون ستيك، ما بتلزقش، تقيلة ونون ستيك، وكمان تنظيفها سهلة قوي، ما بيلزقش فيها اي اكل خالص نهائي. تنظيفها عايزة اقول لكم بمنديل زي ما نزلت لكم كده، منديل بالظبط وخلاص الموضوع نضف معايا. بجد طقم لازم لازم يكون عندكم، سواء عروسه وبتجهزي، سواء طاساتك قدمت قوي واتقشرت واتبهدلت، يبقى لازم تعملوا تستخدموا تجيبوا طقم جديد. وطقم جديد تبقوا عارفين ان انتوا دافعين فلوس في محلها، مش هترموا فلوسكم في الارض. وعايزه اقول لكم في منها الالوان، في منها اللي هو البيج ده، وفي منها كمان الاسود. يعني عايزه اقول لكم شايفين منظر الطاسه دي مثلا، دي كده مش ايه، استنوا اوريها لكم. انا هحطها هنا معلش بالراحه قوي كده، مش هحركها. شايفين دي متقشره، ده كله ده كده قشره، دي قشره كده بتطلع. شايفين اهي، دي قشره، دي كده معموله قشره. فلما الطاسه تبقى بالمنظر ده اعرفوا ان هي مفيش اي حاجه، هي حته صاج وملزوق عليها لون اسود عشان يبان ان هي طاسه تيفال. فانتوا لما تيجوا تشتروا حاجه لازم تبقوا شاريين حاجه انتوا ضامنينها. الطاسات دي تركي، يعني عايزه اقول لكم تحفه. وكمان الحلل بتاعت نفس الماركه خطيره، مش قادره اقول لكم تحفه ازاي. شايفين المنظر؟ يعني ما ينفعش تشتروا اي طاسه وخلاص، لا دي معموله بطبقات كتير، مطليه طبقات كتير، وتقيله جدا جدا جدا. والطبقه اللي هي الاخيره دي جرانيت. فيعني بصوا تحفه تحفه تحفه. انا افضل اقول لكم تحفه من هنا للسنه الجايه. بس اهو الاحجام جوه بعض. طبعا هو غلط جدا جدا اللي انا بعمله ده، بس انا ايه، عشان بس اوريكم فرق الاحجام بتاعتهم التلاتة مع بعض. شايفين؟ طبعا بيبقى فيه في الكتالوج بيبقى معاها ضمان، والكتالوج بتاعها بيبقى مكتوب فيه طريقة الاستخدام والتنظيف. بتدخل الدش واشر عادي مفيش مشكلة، بس اهم حاجة ان احنا مندخلهاش على حرارة عالية، ما نحطهاش على النار وننساها. فهتتحرق معايا وهتعمل تتوسخ من بره، وانا شخصيا ما بحبش اوسخ خالص الحلل بتاعتي ولا الطاسات بتاعتي. فلازم تستخدموا نار وسط عليها. ما ينفعش تشغلوا النار عليها وهي ناشفه، لازم تحطوا فيها ماده دهنيه مثلا حاجه، بس مش تفتحوا النار عليها وتسيبوها لغايه ما تسخن جدا وهي ما فيهاش اي ماده دهنيه او ميه او وات ايفر انتوا هتعملوا فيها ايه. هنا كده خلاص البصل دبل معايا زي ما انتم شايفين. هبدأ انزل قطع الطماطم، طماطم متقطعة مكعبات. انا مش عايزة اسبكها، انا عايزة بس الطماطم تدبل شوية، مش عايزاها تبقى صلصة، احنا مش بنعمل تسبيكة. تمام. اول ما الطماطم دبلت معايا هنزل فلفل اخضر متقطع صغير خالص. ولو بتحبوا السبايسي بقى حطوا قرن شطه، عايزه اقول لكم بتودي الطعم في حته تانية خالص. الطاسات طبعا الجرانيت ما ينفعش نستخدم معاها اي معالق او حاجه بتخدش استانلس او اي حاجه معدن، لازم نستخدم معلقه خشب او معلقه سيليكون. هنا بعد ما خلاص شوحت الفلفل مع البصل والطماطم، بدأت ان انا اقطع الرنجة بتاعتي. واحلى طريقة لتقطيع الرنجة زي ما قلت لكم كتير قوي هي بالمقص. بخلي الرنجة من غير ما المسها للنار، من غير ما اخليها
تلمس النار خالص، بخليها على البارد، وبعد كده ببدأ ان انا اقطعها بالمقص كده مكعبات صغيرة. عايزة اقولكوا دي احلى طريقة لتقطيع الرنجة، وكمان طريقة خلي الرنجة بقى لو عايزينها اكتبوا لي في الكومنتات انزلها لكم على طول. بعد ما قطعت كل الكميه بتاعه الرنجه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، هبدا ارجع تاني للطاسه بتاعتي الخطيره اللي انا مغرمه بيها بجد على النار، وابدا ان انا احط عليها كمون بس على الخلطه بتاعتي دي، كمون بس، ما بحطش ملح عشان الرنجه بتبقى فيها سنه ملوحه، فخدوا بالكم الموضوع ده عشان ما تحدقش منكم الاكل. طريقه الرنجه دي بقى بابا الله يرحمه هو اللي على طول كان بيعملها لنا، وكانت بتبقى احلى رنجه في الحياه. بعد ما خلاص الخلطة بتاعتي اتظبطت كده، هبدأ ان انا انزل عليها قطع الرنجة اللي احنا عملناها، وهقلب وهسيبها لغاية بس ما تبدأ تسخن معاها، وتلاقوا كده في أرضية الطاسة بتاعتكم بكبكة كده، يعني مش سوايل، انا مش عايزاها تنزل سوايل، كل ده على نار عالية ماشي. انا مش عايزاها تنزل السوايل بتاعتها. تمام، هبدأ ان انا اقلب زي ما انتم شايفين كده، بدأت اهي تعمل بكبكة كده. تمام، خلي بالكم ما تعلوش النار قوي وانتوا بتستخدموا الطاسه بتاعتكم عشان ما تتحرقش معاكم. كمان الطاسه دي ما بنستخدمهاش وهي فاضيه زي ما قلت لكم بالظبط. قلبت الرنجه معايا بالخلطه. عايزه اقول لكم هتدوقوا احلى شاورما رنجه في الحياه. هي اسمها شاورما رنجه او اسمها رنجه مطبوخه، والاكتر الناس الاكتر يعني هيسموها رنجه مطبوخه. عصرت في الاخر عصره ليمونه وقلبنا، وتغمسوا بعيش بقى محمص او مقرمش او عيش طري، وبالهنا والشفا. بجد بجد من احلى المرات اللي هتاكلوا فيها رنجة الطريقة دي. والطريقة بتاعت البطاطس بالمايونيز انا مش عارفة الفيديو ده اللي هينزل الاول ولا الفيديو التاني. بجد بجد لازم تجربوا الاتنين في شم النسيم او في اي وقت، بجد هتدمنوها. مجرد ما بتبرد بحطها في علبة وعينها في التلاجة، هتقعد معايا حوالي 10 ايام ل 12 يوم لو العلبة مقفولة كويس. ودوقوها وجربوها وابعتولي الصور على طول، انا مستنيه. اكتبولي كمان في الكومنتات بقى، قولولي كنتوا عارفين الطريقه دي وجربتوها قبل كده ولا اول مره تشوفوها واول مره تسمعوا عنها. وخلي بالكم انا عارفه ان في ناس بتعمل الطريقه دي وبتاكلها برز، انا مش عارفه يعني، انا نفسي ما تقبلش ان انا اكلها برز بصراحه. هي بعيش هتبقى تحفه، هي خطيره بالعيش. كمان لو عندكم طرق تانية للرنجه اكتبولي في الكومنتات عشان اجربها معاكم. تعالوا اقول لكم بقى على حاجه خطيره، ودي حاجه بتفرحني جدا وبسطاني جدا في طقم الطاسات اللي انا جبته. هي ايه بقى؟ اني بدخله غسالة الاطباق وبيطلع فله من غير اي مجهود. زي ما انتم شايفين كده منظرها، دخلتها غسالة الاطباق. وعايزه اوريكم الحاجات اللي معاها مليانه حاجات ازاي، مكان المايونيز اللي كنت عامله بيه سلطه البطاطس والرنجه بالمايونيز. عايزه اقول لكم شايفين طالعه فله ازاي، وانا بصراحه مش هحتاج حاجه اكتر من كده. انا جايباها من الاكونت اللي انا عامله له منشن ده. باي.